السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيل جديد ده، حاجة جديدة للمطبخ عايزين نعملها. طيب أنا كده جبت ورق الفويل. أنا إيه بالورق الفويل؟ هقول لك هتعمل إيه بقى بالورق الفويل. خليكي معايا. بسم الله. لازم تكون صينية مستطيلة. أهم حاجة تكوني مغلفة الصينية بتاعتك كويس، تمام كده؟ هنعمل بيها إيه؟ ده لو ما عندكيش شواية، ما عندكيش ملقى تشوي فيه، هنعمل الفكرة دي. هعمل بقى إيه؟ أجيب الفحم بتاعنا الماسك، بسم الله. شكلها كده. طبعا تخلي الفراخ بتاعتك او اي مشويات عايزه تعمليها تخليها تستوي نص تسويه. انا هشوي معايا النهارده هشوي فراخ مشويه متبلاها. طبعا مش هينفع بقى نشويها في المطبخ، احنا طبعا هحط بس هنا بصوا كده، واكمل باقي الفحم بقى ايه عليها علشان خاطر اخليها تشوك كلها. طبعا ده بمساعدة ابني. طبعا البوتاجاز بقى كان في جوايا اكل عامله عليها، ربنا يعيني بقى وهطبخ بالشكل ده كده. اخليها تشك بقى واكمل. يعني طبعا انا بسال على الشوي بره يقول لك الفرخه ب50 جنيه و60 جنيه. ليه؟ طب انا جبت كيلو فحم ب 250 جنيه وهيفضل معايا كتير. يبقى عليهم كده عشان الكميه اللي معانا. طبعا الفكره دي انا شفتها على التيك توك، لا يا ربي على اليوتيوب، قلت ايه اجربها. لان موضوع الشوي ده بصراحه بيزهقني وانا بحب الشوي على الفحم. كده بقى ايه، نشوف حاجه بلاستيك نبدا نهوي بيها. نبدا نهوي كده لحد ما تبتدي تشك. بصوا بصي النار غطا علبه زي دي كده وتعملوا بيها. بصوا بقى كده الشك اهي وهنسوي فيها. هشيلها بقى من هنا علشان احطها فوق وهوريكم بقى الايه في الاخر. بس كفايه في الاستشوار يا نهار. ايه الشرعه دي؟ بس اوه ماي جاد والله يا ابني انت هنولع في الدنيا احنا كده. هات الماسك فين؟ بصوا احنا بنشوي امتى؟ الساعه دلوقتي واحده، الساعه 12:30 على السلم، بسطة السلم. شوف بقى انا اديتها نص تسويه وهنسوي هنا. بصوا ما شاء الله، دي احلى بقى طريقه للشوي، تكون سريعه كمان. بقى نحط هنا الحته هنا من على اخواتك يلا عشان ياكل. تعملي كده
تشوف بيتك، ولا حد يقول لك انت بتعملي ايه ولا ليه ولا كل الكلام ده. ما شاء الله. شوف بقى طريقة الشوي دي فعلا، والله فعلا عبقرية. انا هعتمدها لان بصوا سهلة جدا، حتى لو انت رايحة مصيف ولا حاجة تاخدي صينية ورق ألمونيا زي ده كده، ورق فويل، وتسوي بيها والشواية تكون معاكي. فكرة حلوة جدا.